بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناتي. النهارده باذن الله هعمل جيبه للطقم ده. كنا عملنا الجاكيت دوت ونزلناه في القناه. طريقه عمل الجاكيت بصدر دائري اهو، جاكيت بناتي لسن سنه، ده من الخلف اهو. وبرده كنا عملنا ايس كاب للطقم لسن سنه برده، ونزلنا الفيديو طريقه العمل في القناه. النهارده باذن الله هعمل الجيبه عشان الطقم يبقى طقم كامل. تمام. قبل ما ابدا في الفيديو هنسمي ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تمام. معانا الخيط نفس درجه اللون، فتله متوسطه السمك، وابره رقم 4 ملم اهو كده. يا رب بس رقم الابره يكون باين. ابره رقم 4 ملم كده. ادي كده عقده البدايه اهي. تمام. هنرتفع ب 12 سلسله او ب 10 سلاسل على حسب العرض القمر اللي احنا عايزينه، خطوه بخطوه مع بعض. بسم الله كده. عملت عقده البدايه هرتفع ب 12 سلسله. بسم الله. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ده كده عرض القمر اللي هم 12 سلسله دولت كده عرض القمر. فاحنا كده ارتفعنا بعدد من السلاسل على حسب العرض اللي احنا عايزينه. هنرتفع بواحد سلسله، ده مجرد ارتفاع. وهندخل في اول غرزه ونسحب خيط ونطلع بقى عندنا حلقتين على الابره، نسحب خيط كده ونطلع من حلقتين. دي احنا بنعمل غرزه حشو. تاني غرزه الثانيه ادي هنسحب خيط ونطلع بقى عندنا حلقتين على الابره، نسحب خيط ونطلع من حلقتين، وهكذا. هنكمل ال 12 غرزه سلسله نعمل فيهم غرز حشو. ده اول سطر. كده عملنا 12 غرزه حشو فوق العدد السلاسل، فوق ال 12 سلسله. ده كده اول سطر. تمام. كده احنا خلصنا اول سطر. هنبتدي تاني سطر. هنرتفع سلسله ونلف الشغل، هنلف الشغل كده. وهنلاحظ ان في هنا حلقتين، الفرونت لوب والباك لوب. احنا هندخل في الباك لوب اللي هو الحلقه الخلفيه، ندخل نسحب خيط ونطلع بعدنا بعدنا حلقتين على الابره، نسحب خيط ونطلع من الحلقتين. هندخل في الباك لوب كده في الحلقه الخلفيه، ندخل نسحب خيط نطلع بقى عندنا حلقتين على الابره، نسحب خيط نطلع من الحلقتين. هنكمل بهذا النمط لغايه اخر السطر. ندخل في الباك لوب او الحلقه الخلفيه، نسحب خيط بقى عندنا حلقتين على الابره، نسحب خيط نطلع من الحلقتين، ونستمر بهذا النمط لغايه اخر السطر. تمام. ده السطر الثاني، غرز حشو في الباك لوب. تمام اهو. ده كده الشكل. ولازم نتاكد ان هما 12 غرزه عشان الشغل يطلع كله في خط مستقيم، ما يطلعش معوج يعني او بورب. تمام كده. السطر الثاني هنرتفع سلسله ونلف الشغل ونبتدي في السطر الثالث برضو هندخل في الباك لوب او الحلقه الخلفيه اهو. ندخل في الحلقه الخلفيه نسحب خيط ونطلع بقى عندنا حلقتين على الابره، نسحب خيط نطلع من الحلقتين. ندخل في الباك لوب نسحب خيط نطلع بقى عندنا حلقتين على الابره، نطلع من الحلقتين. وهنستمر بهذا النمط لغايه اخر السطر. كده خلصت السطر رقم 3 اهو. ولما ندخل في الحلقه الخلفيه او الباك لوب فبيدينا الشكل البارز ده. تمام اهو كده بالشكل البارز كده اهو. وهيبان لما نرتفع بالشغل. نكمل بهذا النمط. هندخل في الباك لوب ونعمل غرز حشو ونرتفع بعدد من السطور لغايه لما نحصل على طول القمر. وهنرجع نشوف احنا هنكمل ازاي. كده احنا خلصنا طول القمر بتاع الجيبه اهو كده. بسم الله. يعني طلع 50 سم على القياس، طلع 50 سم اهو. فالخطوه الجايه بقى ان احنا هنقفل القمر كده، هنقفله كده عشان الجزء ده اللي هندكك فيه الاستك، الجزء ده هو اللي هنمرر فيه الاستك وندككه. تمام كده. احنا هنقفل القمر كده، وحته عميقه، حته بارزه وحته عميقه. فهنقفل كده قصاد بعض، كل غرزتين قصاد بعض كده، نسحب خيط ونطلع نعمل منزلقه والحته العميقه اهو كده. كده احنا بنقفل القمر ده في اول غرزه، بنعمل غرزه منزلقه، بعد كده نعمل غرزه حشو عاديه، يعني كل غرزه قصاد اللي قبلها. كده الجزء البارز هناخد الغرزه كده مع اللي قدامها دي كده، ونعمل غرزه حشو. نستمر بهذا النمط لغايه اخر السطر. نكمل ونقفل القمر كده اهو. كده انا بقفل القمر، باخد كل غرزه مع الغرزه اللي قدامها وبعمل غرزه حشو اهي. هنكمل ونرجع نشوف هنا هنعمل ايه. كده انا قفلت القمر اهو بغرز حشو اهو. طبعا ايه، انا سايبه فتحه هنا لمكان الاستك اهي، ديت اللي هندكك فيها الاستك. سيب انا غرزتين كده عشان ايه اشتغلهم معاكم
احنا هندخل بالابره كده في الجزء البارز في، وناخد برده ايه، ندخل الابره في الجزء البارز اللي هو الغرزه اللي قبلها. الغرزتين بقى عندنا حلقتين على الابره، نسحب خيط نطلع من الحلقتين. العميق اللي هو ده ندخل بالابره كده، ندخل في الجزء العميق اللي في الجزء اللي قباله ونسحب خيط نطلع. بقى عندنا حلقتين على الابره، نسحب خيط نطلع من الحلقتين. هو كده دي اخر غرزه. قفلنا الكمر على بعضه اهو كده. مع انا سايبه ديت زي ما قلت عشان الاستك اهو كده. ايه، هقفل الجزء بتاع الكمر كده عشان نبتدي نشتغل الجيبه اهو كده. وهسيب ديت بقى في الاخر خالص ابقى انبتها بالفتله والابره نفس الخيط. ادي كده طرف الكمر، وادي طرف الكمر اللي هو البدايه. هندخل نقفل كده غرزه اهي، ونعمل غرزه منزلقه اهي كده. كده انا قفلت الكمر اهو، كده انا قفلت الكمر اهو، قفلت الكمر اهو. برده غرزه تاني تثبيت كده، وبعدين كده انا قفلت الكاميرا اهو. هنبتدي بقى ايه، ارتفع 3 سلسله 1 2 3، ناخد لفه على الابره وفي تاني غرزه ادي 1 2. الثانيه هندخل نعمل 2 عمود سلسله، 2 عمود، ادي عمود 2 2 عمود سلسله في نفس الغرزه 2 عمود. تمام، ناخد لفه على الابره ونسيب غرزتين وندخل في الثالثه 1 2. ادي الغرزه الثالثه ونعمل عمود، ناخد لفه على الابره ونسيب غرزتين وندخل في الثالثه 1 2. الغرزه الثالثه اهي ندخل نعمل صدفه اللي هي عباره عن 2 عمود في نفس الغرزه. ادي 1 2 سلسله 2 عمود في نفس الغرزه. تمام، انا بعمل غرزه الصدفه. هناخد لفه على الابره ونسيب 2 غرزه من تحت 1 2 وندخل في الثالثه نعمل عمود. غرزتين 1 2 في الغرزه الثالثه ندخل نعمل صدفه عباره عن 2 عمود في نفس الغرزه 1 2 2 عمود سلسله 2 عمود. تمام، لفه على الابره هنسيب 2 غرزه من تحت 1 2 ندخل في الغرزه الثالثه نعمل ايه، عمود، وهكذا لغايه نستمر بهذا النمط لغايه اخر السطر. تمام، هسيب بقى 2 غرزه اللي هم اخر غرزتين، وهنلاقي ايه، احنا كده اول 3 سلاسل اللي احنا بنعتبرهم عمود هندخل في الغرزه الثالثه 1 2 3 كده اهي الغرزه الثالثه، ونسحب خيط ندخل نسحب خيط نعمل منزلقه. وده احنا كده بنقفلنا السطر الاول. كده هنعمل منزلقه لغايه لما نوصل للسلسله اللي في قلب الصدفه. تمام، كده هندخل نعمل منزلقه. ادي كده غرزه 2 كده وصلنا للسلسله اللي في قلب الصدفه. ندخل نعمل منزلقه كده ونطلع ب3 سلاسل 1 2 3. ده نعتبر اول عمود، اول عمود في الصدفه. ماشي، هندخل نعمل كمان عمود سلسله 2 عمود 2 2 عمود. يبقى احنا كده عملنا اول صدفه في السطر الثاني. وندخل ناخد لفه على الابره، ندخل نعمل عمود امامي، يعني عند العمود اللي هو في السطر الاولاني العمود العادي ندخل نعمل عمود امامي. ناخد لفه على الابره نسحب العمود لقدام، يعني كده الابره ورا العمود كده، ونسحب خيط نطلع. بقى عندنا 3 لفات على الابره، ناخد خيط نسحب خيط نطلع من لفتين. ده كده عملنا عمود امامي. تمام، هنشتغل صدفه، يعني ناخد لفه على الابره ندخل في قلب الصدفه اللي هو ايه السلسله، نسحب خيط نطلع نعمل 2 عمود سلسله 2 عمود 1 2 سلسله كمان و2 عمود. يبقى احنا كده بنعمل صدفه في قلب الصدفه وعمود امامي فوق العمود العادي اللي هو بتاع السطر اللي قبليه. اهو كده منظر الشغل. تمام، اهو كده عملنا صدفه، عمود امامي فوق العمود العادي وصدفه فوق الصدفه. هنكمل بهذا النمط لغايه اخر السطر. كده الشغل بدا يبان اهو، الجيبه بدات تبان، وادي الشكل بتاع الجيبه، والعمود الامامي هيدي ايه، بروز للجيبه. تمام، نستمر بهذا النمط لغايه طول الجيبه المناسب. وقبل ما نقفل الديل هنشوف الجيبه شكلها ايه، وعشان نبقى هنعمل حرف كده جميل جدا للجيبه اللي هو غرزه الحشو العكسيه. كده اهوت انا وصلت للطول المناسب للجيبه، وزودت غرزتين 2 عمود عشان غرزه الصدفه. احنا كنا ابتدينا غرزه الصدفه 4 عمود اهي، 2 عمود سلسله 2 عمود غرزه الصدفه. تمام، وبعدين نزلنا بطول الجيبه كده، وعشان تدي الوسع ده اللي هو الكلوش ده فزودنا عمود هنا من الجهه ديت وعمود كده من الجهه دي، يعني غرزه الصدفه بقت 3 عمود سلسله 3 عمود اهي كده. يا رب بس تكون واضحه الكلوش يعني. تمام، كده احنا وصلنا للطول المناسب للجيبه، وعملنا زينا الحرف بغرزه الحشو العكسيه اهي. انا هبقى اعمل فيديو منفصل كده عشان نشوف غرزه الحشو العكسيه اهي.
بتزين الشغل وتخلي الشغل جميل جدا. اوريكم بس غرزه كده. احنا في الحشوه العاديه بنمشي كده، ندخل في قلب الغرزه ونسحب خيط ونطلع، بقى عندنا حلقتين على الابره اهم، نسحب خيط نطلع من الحلقتين دي غرزه الحشو العاديه. انما غرزه الحشو العكسيه اهي بمشي في الاتجاه ده، الاتجاه المخالف المعاكس يعني، بتبقى كده. وبعدين ايه، ادخل بالابره كده في الغرزه دي كده واسحب خيط واطلع، عندنا حلقتين على الابره اهو، واسحب خيط واطلع من حلقتين الاتجاه العكسي كده اهو. اقرب شويه كمان، ندخل في قلب الغرزه كده نسحب خيط نطلع، بقى عندنا حلقتين على الابره اهما من الحلقتين دي اسمها غرزه الحشو العكسيه. ندخل كده نسحب خيط نطلع، بقى عندنا حلقتين على الابره اهم، نسحب خيط نطلع من الحلقتين. انا وصلت لاول غرزه في السطر، هقفل بغرزه منزلقه، هسحب خيط يطلع من الحلقتين بغرزه منزلقه اهي كده. تمام كده الحشو بتاعنا خلص اهو بغرزه الحشو العكسيه. هقطع الخيط واسحب الخيط لفوق كده واشد عشان العقده تتقفل، واعمل لها غرزه تثبيت برده كده بس. وبعدين ادخل بقى حرف الخيط ده ما بين الشغل كده عشان ما يبانش، اسحبه كده وبعدين ادخله ما بين الشغل اهي. الشبكه بتاعتنا خلصت، جميله جميله جدا وشيك جدا وتلبس مقاس سنه، والطقم بتاعها هو الجاكيت. والغرزه تحفه بسم الله ما شاء الله، البنوته عندها سنه اهو. كده الطقم بتاعنا خلص كده، الفيديو بتاعنا خلص، والجيبه بتاعتنا خلصت بالغرزه الصدفه، وشفنا احنا ازاي بنعمل القمر، وشفنا ازاي بنعمل الغرزه وبنقفل القمر ازاي، والغرزه بتاعت الصدفه، وازاي بناخد الطول، والطول على حسب الرغبه يعني، وعملنا غرزه الحشو العكسيه. كده الفيديو بتاعنا خلص. ارجو لو عجبكم الفيديو، وان شاء الله تعملوا التطبيقات وتوريهاني. ارجو لو عجبكم الفيديو تدعموني وتشتركوا في القناه، ولايك وشير يا جماعه كتير عشان الفيديو يترفع ويتشاف، وان شاء الله القناه تكبر بيكم باذن الله. ارجو تدعموني وتعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه. دمتم بخير، والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله مع موديل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.